كامل بقى يا جماعه سلسله فطار البلاد، والنهارده انا جايبكم في اكتر مكان تركي انا بحبه ويعتبر ارخص مكان تركي، عشان كده برضه انا بحبه يعني. فاحنا النهارده هنجرب تركش باشا وهناخد فطار كامل متكامل، وبقول لك ايه، ادخل شوف. وهنا بقى ايه البوفيه، بنبتدي نجمع فيه سلطات وريفيل يعني عادي. الحماره دي برضه انا بحبها، فاهم انت يا مصطفى؟ حاجه حميده وانت لازم تاخد الدنيا. ايوه، ما انا بصغر عشان ما اطلعش كذا طلعه، هي مره واحده. انا هجرب كله بقى لان انا ايه، انا جيت كده المطبخ الشامي ده انا بحب السلطات بتاعته. اخد بقى ايه الياجنج اللي هو البابا غنوج يعني، ودي البيتروت سالاد اللي هي سلطه البنجر. الفته دي جامده قوي على فكره، فته البتنجان دي. انت عايز تاكل شويه؟ لا بس انا عشان انت فاهم انا بحافظ على المحافظه على الطبق، بعد كده ممكن نرجع نزود تاني نضم. شوف بقى انا ضميتها فين، اخدت بالك؟ كيفيه رص الطبق في لازم كل حاجه تبقى مدروسه 100%. ايوه اخر حاجه عملت كويس؟ تمام. يلا بينا. بس بقى يا جماعه هو ده المنيو الرمضاني. المفروض انت بقى بتروح بتملى السالادز زي ما انت عايز. احنا اخدنا نفس السلطات انا ومصطفى، لان احنا اخدنا كل السلطات وطالبين 2 مين كورس، وطلبنا ايه بتاع كده اللي هو الكباب قضنه في النص، وقلنا ايه نجرب ده وده يعني، فاهم؟ انا طبعا طلبت الموزه وديت اكتر حاجه انا بحبها، ومصطفى طلب طاجن شيش بصلصه بخضار، يعني مش فاهمه قوي بصراحه لسه، بس يعني ايه هو طلبه. والشوربه برده بتبقى ريفيل، وبينزل معاهم 2 ابيتايزرز بيبقوا فيهم 2 يالانجي اللي هو محشي ورق عنب وكوبايه وسبرينج رولايه، بس كده. السلطه احنا بقى زودنا فيها شويه عشان نعلب الايه، عشان لو ما شبعناش قوي في البتاع، و2 عصير المفروض. انا خدت الشوربه اللي هي الكريمي ديت، شوربه بقطع اللحم الضاني والحمص وبالكريمه. فاخد شوربه كده تحسها زي العدس كده شويه. انا بحب بصراحه الشوربه دي ان اللحمه بتبقى مستويه قوي، وفي نفس الوقت طعم الضاني مش بيبقى باين اصلا مع الكريمه، والحمص بقى بيبقى حمص على بعضه كده فبتقرقشه في النص، فالموضوع لذيذ. ما تجرب انت يا مصطفى كده ونعكس الايه ونشوف. اديناها ايه، سنه ليمون كده. حلوه قوي، مهدئه كده للاعصاب. يقول لك بقى جوسي وبتاع، لا هي مهدئه جدا للاعصاب، فيها اعشاب كتير. هي طعمها حلو بس انا مش فاهمها، بس هي حلوه. خلاص يا مصطفى، انت فشلت كفود ريفيو، اديك 3 من 10. الحمد لله. انا هاكل بس مش هتكلم. السلطات هنا بقى انا ما بحبش احكي لكم عنها كتير. ايه، ناخد شويه سلطات كده وايه، وقطمه يالنجي. اليالنجي ده بقى بيبقى ساقع وسوري، خايف بس نشبع في القصه دي، بس انا مش قلقان كده. برد بصراحه السبرينج رولز دي شويه. نقعد نسخن انا وانت مع بعض. اللقطه دي مش مغريه للمشاهد على قد لقطه الموزه وهي بتنزل وبتعمل. نخش بقى في المين ديش والفطار الاساسي. بعد ما اخدنا الشوربه بتاعتنا وشويه المقبلات اللذيذه، حلو حوار الاوبن بوفيه دوت. نخش بقى، طلبنا 3 مين ديشز علشان ما نحيرش الناس. انا عارف انا طالب يعني. بص، الموزه ديت اهم حاجه لازم تطلبها في الحياه يعني. بص يعني هي بقى كده بقى خلاص كده. ده غير بقى لما هوريك الايه الموضوع ده ازاي. انا بجد انا دي يعتبر احلى موزه اكلتها. فبص بقى، تاخد قطمه مع المكسرات مع الزبيب مع الموزه ديت، الرز مع اللوز المحمر مع الزبيب الاحمر ده، واللحمه. عشان بقى ايه، انا اجيب لكم من الاخر. وعلى فكره انا بستغرب اسعار المطعم ده، اللحمه دايبه ذوبان مرعب. معذره لو واحد بيتفرج وهو صايم بصراحه. وده جبناه انا ومصطفى نقسمه كده بالنص. الكباب عندهم اللي هو الكفته بالنسبه لنا بيبقى تحته برغل، وبيبقى مع بصل بالسماق مع البقدونس، شويه كرنب مخلل، وطبق صغنون بصراحه يعني. حاسه ايه ما يكفيش فرد. ده حلو قوي الكباب ده مع البرغل، مع ان هو ايه بقى مولع نار، وتاخد معاه ايه حته بصل كده، وهو طبق صغنون وجامد. كباب مستوي حلو قوي، طعم اللحمه جامد، والبهارات اللي فيها رغم ان هي موجوده بس مش طاغيه زياده عن اللزوم. ده كانت مشكلتي مع المشويات التركي، تحس طعم البهارات بيغطي على اللحمه. هنا الموضوع لذيذ قوي. انا عاجبني الطبق ده وعاجبني الطبق ده. نخش بقى في ايه، ده بقى ما جربتوش بقى. الاثنين التانيين مجربوا. انا اشوفهم بيعملوا حاجه كده اللي هم بيروحوا عاملين كده. ده بقى بيبقى زي ايه، زي طاجن تركي، وبيبقى عليه العيش دوت من فوق، وبيتخش يتخبز كله، وبيفضل بقى يبخر جواه. انا بقى ده ما دقتوش ومش عارف اصلا فيه ايه. ده ايه ده بصله اهي يعني، دي بصله وده زي شيش طاووق اعتقد بالصلصه. انا مش شخص صلصه قوي برضه، فايه فهشوف الدنيا يعني. بس انا هاخد بصراحه من العيش ده. عندهم بقى عيش هنا بيخبزوه خطير، هو بس لسه ما نزلش يمكن عشان الدنيا ضغط شويه. فايه ناخد البصلايه دي مع الشيش طاووقه دي، وتحسوا فاهيتا شيش طاووق معموله بالصلصه، فاهم؟ مع البهارات التركيه. تلاقي طعم الصلصه التركي مختلف شويه عن الصلصات العاديه اللي انت ممكن تاكلها. انا شايف ان ال3 اطباق دول حلوين عليا قوي انا ومصطفى. مش هاكل اكتر ولا اقل، ولان انت ممكن هتتسحل في المقبلات والشرب شويه، هتلاقي الموضوع اصلا بيعمل نص بطن في الاول، نص البطن الثاني تيجي تكمله هنا. فاحنا مضطرين ان احنا نقفل معاكم حتى لو للحظات، ممكن نحلي مع بعض وكل حاجه، بس ايه لازم يدخل في الموزه، عشان الموزه مستنياه بشده وحزينه على اللي بيحصل ده. انا حزين ان انا سايبها دلوقتي والله. ماشي.